حالة استياء واسعة بين جماهير الأهلي بسبب الأداء الهجومي والدفاعي الضعيف، مع اتهام ياس تروب بالتحفظ خارج الأرض والتركيز على تجنب الخسارة فقط. مواقع الإحصائيات اختارت مصطفى شوبير أفضل لاعب بعد إنقاذات حاسمة، وجاء محمد هاني وياسين مرعي خلفه، بينما حصل أشرف بن شرقي على أسوأ تقييم وسط انتقادات أكبر لمستوى محمد علي بن رمضان. انتقادات إعلامية وجماهيرية للمدرب بسبب استبعاد يوسف بالعمري رغم تراجع مستوى أحمد نبيل كوكا، مع التشكيك في مبررات عدم جاهزية بالعمري. إصابة تريزيجيه في العضلة الخلفية أثارت انتقادات للجهاز الفني والطبي بسبب إشراكه رغم التحذيرات من الإجهاد، خاصة بعد إصابة زيزو سابقاً. الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة بعد العودة إلى مصر والاكتفاء بتدريبات محدودة قبل مواجهة الإسماعيلي. أداء محمد علي بن رمضان الباهت وافتقاده للقتالية أثار شكوكا حول استمراره مع الفريق. لاعبو شبيبة القبائل اعتذروا لجماهيرهم بعد الخروج رسميا من البطولة. جماهير الأهلي طالبت بإيقاف سياسة التدوير بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي بعد تألق شوبير المتكرر. أحمد شوبير أكد أن مصطفى كان نجم اللقاء، مشيدا بدعم الدفاع له، خاصة هاني وياسر إبراهيم ومرعي وديانج وبيكهام. ياس تروب فشل في تحقيق أي فوز خارج ملعبه بدور المجموعات لأول مرة للأهلي منذ 6 سنوات. قلق جماهيري من تراجع أداء بن شرقي وعدم قدرة مروان عثمان وكمويش على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة. الأهلي وافق على سفر إمام عاشور إلى السعودية لمدة 48 ساعة لأداء العمرة، بينما ربطت بعض الجماهير السفر ببرنامج رامز جلال. صالح جمعة قدم اعتذارا لإمام عاشور بعد تسببه في أزمة جماهيرية دون قصد بسبب تصريحاته الإعلامية. محسن صالح أكد ضرورة إدارة مشاركة تريزيجيه بشكل أفضل لتجنب خسارته في ظل ضغط المباريات. ياس تروب أكد صعوبة المباراة وأن الفريق حقق هدفه بالتأهل، مع اعترافه بأن الأهلي كان محظوظا بالتعادل وأهمية تجنب الخسارة عند تراجع المستوى. أسامة حسني أشاد بصراحة المدرب، مطالبا بمعالجة الأخطاء الفنية سريعا. وليد صلاح الدين أكد صعوبة ضغط المباريات والسفر، مشيرا إلى أن التأهل كان الهدف الأساسي للفريق. محمد مجدي قفشة أرجع تراجع الأداء للإرهاق، وطالب بتطبيق نظام التدوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، مع ضرورة الاستقرار على حارس أساسي. إبراهيم المنيسي أكد أن الأهلي كان قريبا من خسارة كبيرة، مطالبا بإشراك بالعمري ومنح الفرصة لعناصر دفاعية جديدة، ومنتقدا مستوى بن رمضان. عصام الشوالي سخر من الأداء الدفاعي للأهلي، مؤكدا أن الفريق كان سيتلقى خسارة كبيرة أمام منافس هجومي قوي، مع انتقاده تحفظ المدرب خارج ملعبه. وائل جمعة وصف المباراة بأنها من أسوأ مباريات الأهلي مؤخرا، مطالبا بتطوير الأداء قبل الأدوار الإقصائية والاستفادة من الصفقات الجديدة.